مقتطفات اليد العليا خير من اليد السفلى. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عزيز في مأكله ومطعمه ومشربه وكسبه عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة. فالمؤمن لا يمد يده إلى الناس، يسألهم أعطوه شيئا أو منعوه إلا في حالات محصورة قد يحصل فيها البلاء، ونسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يأخذ أحدكم حزمة حطب ثم يبيعها خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. أما العز هذا في البخاري من حديث الزبير رضي الله عنه: يأخذ الفأس ويأخذ الحبل ويذهب إلى جبل من الجبال ويأتي بالحطب وهو في عزة وفي رفعة خير له، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا يستطيع أحدهم أن يخرج من فراشه إلى مسجده. ذلك الزمان فيه فقر وفيه قلة، لكن هذا فقر شديد يقعد الرجل في فراشه ويمنعه من مسجده. أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا يستطيع أن يخرج من فراشه إلى مسجده. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعفف يا أبا ذر. الله أكبر. هذه عفة المؤمن، هذه عزة المسلم. يموت حين يموت وحاجته في صدره لا يشعر بها أحد. عزة ورفعة. تعفف يا أبا ذر. وإذا ترك هذا الأمر صار عرضة للذل والهوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يا عبد الله، يذهب ماء الحياة من وجهه، بل قل يذهب ماء الحياة من وجهه، بل يذهب هذا اللحم فلا يبقى في وجهه مسعة لحم. يا عبد الله، أنت عزيز بالله عز وجل، ارفع يديك إلى من له ملك السماوات والأرض. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان كذلك في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الديون: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. لو كان عليك مثل جبل من الديون لقضاها الله سبحانه وتعالى.